ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. نبدأ الفيديو بتاعنا بالحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله هنخزن كفتة بطاطس، انما ايه يا جماعة، حاجة قمر كده، وهنعملها ان شاء الله بطريقتين. اول طريقة هنحشيها جبنة ولانشون، جبنة رومي ولانشون، اي نوع جبنة حابين تستخدموه، اي نوع لانشون او حتى فراخ عندك مستوية، لحمة، اي حاجة احشيه الحاجة اللي تحبها. هديها رشة كزبرة ورشة كمون ورشة بهارات بطاطس، وطبعا دي اختياري يا جماعة، حطوا البهارات اللي انتوا حابينها. بس كده. وكمان هديها معلقتين كورن فلاور او اللي هو النشا يا جماعة، معلقتين نشا. لو مش موجود عندك ضيفي معلقتين دقيق عادي جدا، وملح، واقلبهم حلو. هنا بقى انا بشوح اللانشون لاني انا ممنوع من اكل اللحوم النية، فعشان كده بشوحها. انتي ممكن تستخدميه عادي جدا من غير تشويح ولا اي حاجة، بس انا حبيت اشارك معاكم الفقرة دي. بس بديله تشويحة كده، وبصراحة طعمه كان حلو يا جماعة. كل حاجة بجربها وان شاء الله في رمضان هجربها معاكم الوصفات دي. هنطلعها ونعملها مع بعض على الفطار على السحور. نرجع الوصفة التانية بقى بالخضار. احنا عملنا خلاص التانية اللي بالخضار بقى. حطيت ليها معلقتين ونص نشا عشان كانت عندي كمية البطاطس اكتر، وكزبرة وكمون وملح. وعندي هنا الخضار بتاعي، فلفل اخضر وبصل اخضر اختياري، وكزبرة وكمون، كزبرة وبقدونس، اسفة، كزبرة وبقدونس. بس كده. وممكن حتة شمار بتخلي برضو طعمها حلو، بس حتة شمار صغيرة قوي اللي انا حطاها يعني عودين بالظبط. حطيتهم عليها وهقلبهم كلهم مع بعض. ادي كده بالخضار بتاعتي جاهزة. وكمان الخلطة التانية بتاعتي الكرات اللي هحشيها برضو جاهزة. هبدأ بدي. على فكرة يا جماعة انا جبت طبق فيه شوية مية وبدأت اشكل بيه، سهل معايا الموضوع على الاخر. بعملها كورة كده الاول زي ما انتوا شايفين، وبعدين بفتحها من النص بصباعي، واروح حاطلها قطعة جبنة وقطعتين لانشون، قطعتين 3 لانشون كده، قطعة جبنة، وبقفل عليها. اسفة. بس كده. وبكمل باقي الكمية بتاعتي بنفس الشكل. وادي اللي بالخضار عملته صوابع، الشكل التقليدي العادي جدا يا جماعة. تمام. ودي زيت عندي حشو فكملت بالعجينة بتاعة الخضار عادي، وطعمها كان حلو برضو عادي شغال. هجهز بقى الخلطة اللي بتمسك لي، اللي هي بديل البيض، اللي تمسك لي البقسماط او الكريسبي او اي حاجة. عندي هنا معلقتين دي. بص، هو الكمية دي كلها استخدمت لها 3 معالق، لاني لما جيت اكمل ضفت معلقة دقيق وشوية مية. تمام. دقيق وملح ومية بس، ولا اي حاجة تاني. وهنا عندي الفيجيتار او البقسماط، لما بيبقى عندي بقسماط بعملها بقسماط، بس ما عنديش بقسماط فاستخدمت الفيجيتار. تمام. اللي هو انا بستخدم بتاع مايوي يا جماعة، تحفة. ومش اعلان على فكرة، انا حابة اعرفكم انا بستخدم ايه. وبس كده. ده اللي بالخضار بعمله بالشكل ده، وقلت احطه من الاول والاخر في طبق التخزين. وحطيت كيس تلاجة او كيس ستريتش اللي متوفر عندك، واحط الصف التاني وادخله الفريزر يتجمد. هنا دي حباية الكريسبي اللي فضلوا مني من الفراخ، قلت بقى اعمل بيهم ايه؟ كرات البطاطس. لو حابين تستخدموا لها كريسبي بس تمام، بس كسروه نعموه شوية. عندي هنا الكورة بتاعة البطاطس، هحطها في الخليط بتاعي بالشكل ده واطلعها. على فكرة يا جماعة انا جربت منها متفكتش ولا اي حاجة، وهجرب منها معاكم في فيديو ان شاء الله. بالشكل ده كده، وارجعها على الصينية، وزي ما هي كده تدخل الفريزر تتجمد، وبحطها في اكياس بعدين او في اطباق زي كده. وبكده يا جماعة اكون وصلت لنهاية الفيديو.
يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ويكون خفيف على قلبكم يا رب. لو عجبكم الفيديو هستنى تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نكبر مع بعض ان شاء الله، ونتقابل ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.